بسم الله الرحمن الرحيم. والله وعملوها الرجاله، عملوها الرجاله النهارده ورفعوا اسم مصر عالي. الرجاله النهارده تأهلوا الى دور نصف النهائي باولمبياد باريس، وهيلعبوا على المراكز من الاول للرابع، وده انجاز لم يتحقق منذ عام 1964. يعني بنتكلم في 60 سنه. النهارده منتخبنا القومي رجاله واسود قدروا ان هم يكسبوا بضربات الجزاء الترجيحيه ويتاهلوا للدور النصف النهائي بقياده النجم العالمي الكابيتانو القائد محمد النني، والماسترو احمد سيد زيزو، والعملاق حمزه علاء، والنجم الصاعد الواعد بسرعه الصاروخ ابراهيم عادل ده موهبه وظاهره مصريه، وان شاء الله يحترف ويكسر الدنيا زي محمد صلاح. ابراهيم عادل هداف المنتخب القومي برصيد 3 اهداف. ابراهيم عادل انقذ مصر في الوقت القاتل قبل نهايه المباراه ب4 دقائق بتمريره سحريه من النجم الفذ احمد سيد زيزو. النهارده المنتخب الاولمبي بيرد على كل الانتقادات اللي اتوجهت ليه من اعلاميين وصحفيين مش همهم غير مصلحتهم الشخصيه، وحتى لما بييجوا بينقضوا طبقا لاهوائهم الشخصيه، مش بينقضوا نقد بناء. طبعا احنا عارفينهم واتكلمنا عليهم قبل كده، احنا مش كل شويه هنتكلم عليهم. النهارده عندنا فرحه، وفرحه كبيره، فرحه بشبابنا في كره القدم المنتخب الاولمبي، وفرحه تانية رجال مصر في كره اليد. رجال مصر في كره اليد دول حدوته مصريه. رجال مصر في كره اليد كثير من الانجازات في المحافل الدوليه، ورافعين اسم مصر عالي، وتعتبر مصر مصنفه دوليه من ضمن افضل فرق العالم في كره اليد. بصراحه فريق كره اليد ده مش واخد حقه، لان بيعملوا انجازات كبيره جدا وفيهم عمالقه. المفروض الناس دي تتكرم، الناس دي تشال فوق الراس، لان هم فعلا انا حاسس هم مش واخدين حقهم، لان هم عملوا كتير للرياضه المصريه وقدموا كتير، وفي نجوم منهم افزاز مش عايز اذكر اسماء لان هم كلهم نجوم فوق العاده. استبسال وقوه وقتال على كل كوره، همهم في الاخر ان هم يرفعوا اسم مصر، رغم ان هم ما بياخدوش فلوس كتير زي لعيبه الكوره، بس بصراحه شرفونا وصعدوا الى الدور ربع النهائي. وان شاء الله باذن الله منتخب القدم ومنتخب اليد يحققوا ميداليات لمصر. فدي الفرحه الكبيره. سيبكوا بقى من فرحه المسابقات المحليه اللي ما بتقدمش ولا بتاخر، لان في الاخر احنا عايزين منتخبنا يبقى منتخب قوي ويشرفنا ويبقى يرفع اسم مصر. فالحمد لله والشكر لله على الفوز النهارده يوم سعيد علينا كلنا، ومش عايزين نتكلم في سلبيات. احنا جايين النهارده نفرح بمنتخباتنا ونقول لهم مبروك والف مليون مبروك، وشرفتوا مصر في اولمبياد باريس، وشرفتوا مصر في كل العالم، لان كل وكالات الانباء بتتكلم عنكم وعن الانجاز الكبير اللي انتوا حققتوه، والف مليون مبروك. والله وعملوها الرجاله.